قصة الارتيست ومروان لود والموضوع ديال السحور اللي داير هاد الايامات. والقصه كتبدا من واحد اليوتيوبر فرنسي سميتو نابيل فيكس اللي لاح فيديو كيهضر فيه على تفاصيل هاد الموضوع واللي طرات شحال هادي. وهذا موضوع كيتعلق بالسحور، وهاد القضيه كتغدا تدمر الارتيست ومرتو، وهذا الشيء خلى الارتيست يخسر التيم ديالو اللي خدم معاه اكثر من 7 سنين وبزاف ديال الفلوس. وهذا الفيديو اللي لاحد اليوتيوبر نابيل فيكس فيه 48 دقيقة، وجميع المعلومات اللي غادي نشارك معكم في هذا الفيديو مخوذة منه. هو خذ هاد الأقوال من عند الارتيست، وإلى حد الآن مازال مروان لود ما خرجات ووضحات من جهته. لحاجة في أي نزاع خاصك تسمع الطرفين. وهذا اليوتيوبر يلا لاح البارتي 1، يعني هذا الموضوع باقي ما وضحش كامل ويقدر يخرجوا فيه دي بارتي أخرين. الارتيست مو اسم الشهرة ديال هذا الرابور الفرنسي، وأصله من المغرب، وعنده جمهور كبير في فرنسا وحتى في المغرب، وكيجي المغرب بزاف ديال المرات، وعنده بزاف ديال الجوائز الكبار، وخدام بزاف ديال الاعمال في المغرب وفرنسا. وعنده لابيل ديالو اللي سميتو باربل ماني اللي كان كينتج بالموسيقى ديالو، وكان عنده واحد شريك وصاحبه في لابيل. وفي 2017 الارتيست غادي يتعرف على مروان لود اللي بدات كتغني في ديك الوقيته، وغادي يقرر يبدا يبرودوي ليها الموسيقى ديالها. مروان لود شهرات ودارت بلاصه في الراب الفرنسي والمغربي، وغير مؤخرا الديسك ديالها ديال غير نتيا هي ومحاك اللي كان عرف نجاح كبير. مروان لود ملي سينات مع الارتيست دغيا غادا تندمج ودير بلاصه مع ليكيب، وهادشي بالحكم ديالها اجتماعي ومحبوب عند الناس لدرجه وصلت انه كيخليو ليها استوديو مفتوح في اوقات خارج عن اوقات العمل، وكانت كتطلب من الارتيست انه يبقى معها في ديك الاوقات اللي خارج عن اوقات العمل، وكانوا كيصدروا منها الفاظ اللي ماشي تلهي بحال الكلام ديال العشق، مع العلم ان الارتيست مزوج. وهاد الامور ولات كتبرز مرت الارتيست، ما بقاتش مرتاحه لهادشي اللي كدير مروان لود. وفي هاد الوقيته كانت مرت الارتيست حامله، يعني ما بقاتش كتقدر تمشي للاستوديو وكتقول راجلها ما خاصكش تخليها اولا تبقى معها حتى لهاد الوقيته. من بعد شي شهور كانت مرت الارتيست كتمشي للاستوديو وكتلاقى مع مروان لود، وكتشوف فيها ما مسوقاش ليها بحال كاع ما كاينه وما كتفاهمش معاها. وفي واحد النهار كانت ليكيب كامله مجموعه فيها الارتيست وشريكو وصاحبه والدراري اللي معاهم، وكانت حتى مرت الارتيست. ثم دخلت مروان لود ودارت واحد لو جيست اللي معجبش كلشي، غادا تسلم على كلشي الا مرت الارتيست، وهادشي نيرفا الارتيست وعصبو بزاف، ومشى عند الشريك ديالو قال لي اش هادشي اللي دارت مروه، وقال لي خاصك تمشي وتهضر معاها علاش دارت هاد التصرف. ولكن شريكو قال ليه ما سوقيش منك ليها، وهادشي زاد عصب الارتيست، وغادي انولي كاع لي شوكيس اللي كانوا ديك الوقيته، وهادشي غادي يتسبب في خسائر فادحه اللي وصلت تقريبا لاكثر من 100,000 اورو. وهادشي كامل علاش؟ على قبل هاد البلان ديال انها سلمات على كلشي الا مرتو، وبقى هادشي مده طويله. من بعد تصالحوا ومشاو بغاو يبدلوا الجو ويردوا الاوضاع كي كانت، سافروا لامستردام في هولندا. وفي ديك الوقيته طلبات مروان لود من مرت الارتيست انها تصور معها وخدات ليها التصاور، ولكن مرت الارتيست شكات في شي حاجه وبقات خايفه من هاد التصاور اللي خدات، والطريقه باش خداتهم بحال بغات تصاور تكون فيها غير هي، يعني غير مرت الارتيست. وملي رجعت المغرب مشات مرت الارتيست عند اجونس في مراكش، خدمتهم هي انهم محققين خاص كيبقاو تابعين بنادم وكيجيبوا لك معلومات عليه، وهادشي راه غير قانوني. وكيف ما قال في الفيديو الارتيست عطاتو فلوس صحيحه باش يراقب مروان لود واختها، وهو ولا كيصيفط ليها فيديوهات على نهار كيف فين كدوزو مروان لود. وهاد الفيديوهات كانوا عاديين حتى واحد النهار سمع هاد المحقق كلام في شكل من الاخت مروان لود. من بعد تلاقاو مع واحد المشعوذ اللي مشهور في حي شعبي، وكانوا مع هاد المشعوذ مروان لود واختها وصاحب الارتيست. من بعد سجلهم وصيفط التسجيلات والفيديوهات لمرت الارتيست اللي هي اللي مخدماه. وهاد التسجيلات فيهم مكالمه هاتفيه ما بين هاد المحقق والمشعوذ كيسولوا على اشنو باغيين منك ولمن باغيين يديروا هاد السحر، وغراه بالفلوس. والمشعوذ اعترف ليه باللي باغين يسحروا الارتيست ومرته. ملي تاكدت مرت الارتيست عاودت كل شيء لراجلها، وناض الارتيست وهضر مع هاد المحقق وقال لي نعطيك فلوس كثيره غير وريني فين كاين هاد المشعوذ. هاد المحقق تخلع وما بغاش يوريه ليه، وقال ليه راه مشى لمصر، وبدا كيحاول يصدرو. وفي الاخر قال ليه هو والباترون ديال هاد لاجونس اننا غير كنا كنكذبوا عليك ونصبنا عليك على قبل الفلوس. الارتيست ومرتو ما تيقوش وعرفوا انه خايف من هذا المشعوذ لحنتاش كيعاودوا عليه من اكبر السحرة والمعروفين. الارتيست ومرتو ما تيقوش وعرفوا انه خايف من هذا المشعوذ لحنتاش كيعاودوا عليه من اكبر السحرة والمعروفين. الارتيست ما خلى ما داروا بشا دار بلان عند الشرطه بهذا المشعوذ وهذا المحقق، والمحقق تشد وقال لهم كنا غير كنكذبوا عليه ونصبنا عليه، وفضل يتشد ب7 ديال السنين على انه يعترف لهم.
ناض الارتيست قلب على واحد الهاكر ديال التليفونات وهاكا التليفون ديال صاحبه واخت مروه ومروه اللود، ولقى شي حوايج مشتركه ما بيناتهم، من بينهم رقم التليفون ديال هذا المشعوذ. وفاش بحث على هذا المشعوذ اللي لقاه بصح كيمشي لمصر كيجيب شي مواد باش كيخدم بهم هاد الشعوذه. مروه اللود وصاحب الارتيست باقي مكملين في المسار ديالهم وغادي مافونسين، ولكن الارتيست غادي وكيخسر وكيتراجع للور، وحتى لهنا باقا ما واضحاش الامور وباقي ما سمعناش مروه اللود اشنو غتقول في هذا الموضوع. من هذا الفيديو خاصنا نخرجوا بخلاصه اللي نستافدوا منها، هي انه هذا العالم ديال الغناء والمخدرات والعالم الليل طريقه ماشي مزيانه. رغم هاد النجاحات والفلوس كتلقاهم عندهم مشاكل كبار، وكتلقى شي كيحفر لشي. خوت ديما ديروا في بالكم ان كل قصه بدايتها لا ترضي الله عز وجل فان نهايتها لا ترضيك.